بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. فوالا كما راكم تشوفوا الوصفة تاع اليوم هي الجاتو محبوب الجماهير كعك النقاش. الجاتو اللي كامل الجزائريين تقريبا يحبوه، وكامل طلبتوا الوصفه ديالو تقريبا من اللي حليت القناه وتوجور تقولوا لي ديري لنا كعك النقاش ديالك. دونك الحمد لله هذا وين كتبت ودرته لكم. وكما تعرفوا ما كاش تقريبا كامل العائلات يحبوا هاد الجاتو في العيد. دونك ان شاء الله نكون جبته لكم في الوقت المناسب وتسيوه. هاد الوصفه مضمونه وناجحه 100%، ما فيهاش مقادير بزاف، يعني وصفه لا باز الاصليه التقليديه، يجيكم طري، يدوب في الفم. يعني تبعوا برك الوصفه ولي زاستيوس اللي نعطي لكم، وان شاء الله حيخرج لكم كيما يحب الخاطر. دونك نبداو مع بعض. عندي هنايا 500 غرام فرينه، رايحه نزيد لها 100 غرام سكر غلاس. كما تقدروا ديروا 80 غرام سكر غلاس اللي ما يحبوش الحلاوه بزاف. الفرينه كنت صفيتها كيف سكر غلاس نجوزو على الصفايه. من بعد نزيدوا مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه، ما تعمروهاش بزاف هذيك المغرفه، يعني نجوزوها على الصفايه. ونزيدوا قرصه تاع الملح مهمه هنايا، ونزيد مغرفه صغيره تاع لافاني. دونك هادو هما المواد الناشفه اللي عندي في هاد لا غوسيت. من بعد نجيو لهنا للزبده يعني والسمن. دونك عندي هنايا كسرونه دوبت فيها 125 غرام سمن و125 غرام مارغرين، المجموع ديالهم 250 غرام. حطيتهم فوق النار يذوبوا ونخليهم حتى يبردوا تماما. شوفوا تبان لكم بلي راهي جامده شويه، يعني ما تحطوش وهو دافي فوق الفارينه باش ما ديرلناش هذوك الحبيبات. دونك هادو هما واش عندنا في النقاش ديالنا. انا هنايا رايحه نستعمل لو بيتران، نستعمل هذا لا باليت. وشنو ماشي كي تشوفوا لو بيتران تقولوا ما نخدموش باسكو ما ينجحلناش. انا هنا راني نستعمل في لو بيتران باش نسهل على روحي في التصوير، هذا ما كان. سينو البيتران هنا ماشي باش يساعد على نجاح الوصفه. اخدموها بيدكم اللي ما عندهاش البيتران، واللي تكون عندها تخدم به يربح الوقت، وثاني ما تغنطقوش بيديكم بزاف، هذا ما كان. وانا مع التصوير يساعدني بزاف لو بيتران. دونك ندير هذيك لا باليت ونبسس مليح الفرينه ديالي بالسمن والمارغرين اللي حطيتهم، نخليهم يدوروا مليح. كي يولي لي هذاك الميلونج مفتت، يعني الفرينه دخلت فيها مليح هذاك السمن والمارغرين، نجيب هنايا خليط تاع ماء ومزهر. انا راني حاطه نص كاس تاع 250 مليلتر باش نشوف شحال استعملت منه. انا استعملت منه 4 كاس، يعني هاد ال 500 غرام فرينه و250 غرام تاع المواد الدسمه طميتها ب4 كاس تاع ماء ومزهر. شوفوا العجينه كيفاش تكون طريه، يعني عجينه عاديه ما تكونش يابسه. فوالا لازم تكون طالقه روحها شويه باش تساعدنا في الخدمه. دونك نطم العجينه ديالي نحطها في ان ساشي تريح لي شويه. تقدروا تبيتوها، تقدروا تخلوها ساعه 2 3 كيما تحبوا نتوما والوقت ديالكم. وشنو برك تكونوا تزيدوا في الماء والمزهر، زيدوه تدريجيا، ما تزيدوش على ضربه باش هكذا ما يغلبكمش وتولي العجينه جاريه ولا. دونك زيدوا غير بالتدريج. من جهه واحده اخرى نخدموا الغرس ديالنا. هنايا عندي غرس كنت نقيته، من الاحسن اللي المتوفر تقدروا تخدموا بغرس البطانه، يجي يمد ذوق خير من الغرس اللي نشروه من عند الحوانت. فوالا دونك انايا هنايا نقيته وعجنته مليح بالزيت باش يولي طري. ونزيد له هنايا شويه قرفه. فوالا حطيت القرفه وحطيت شويه جلجان محمص وشويه لوز محمص ومرحي. هذا ما كان. كما قلت لكم انا راني حاطه فيه الزيت، كما تقدروا تحطوا فيه الزبده المارغرين ولا السمن باش يكون طري. فوالا ويمشي لنا في العجينه ونعجنوه مليح هكذا يكون الغرس ديالنا واجد. يعني تقدروا تزيدوا له شويه مزهر تعجنوه به، ولا قطره من باتاغون تاع مزهر. كما تقدروا تحطوا لا باتاغون في لابات فوالا باش تجيكم معبقه وريحتها مليحه. هذه هي. وريت لكم هنايا السمن والمارغرين اللي خدمت بهم.
ومدوا لي نتيجه بزاف هايله. دونك هنايا عندي العجينه ديالي، نوزن الحبات 40 غرام. هاد الكميه اللي عطيتها لكم تاع نص كيلو فرينه تخرج لنا 24 حبه. والغرس وزنت الحشو 10 غرامات، تقدروا تلحقوا حتى ل 11 ولا 12 غرام تاع الغرس. هذه هي. دونك نبداو نشكلوا النقاش ديالنا. يعني المرحله المهمه واللي تعيي واللي تشد الوقت في النقاش هي التشكيل ديالو. بيان سور انا يبان لي هذا التشكيل يعي اكثر من النقش. انا النقش ما يقلقنيش، مي هنايا كي نكونوا نشكلوا في الحبه هي اللي فريمون لازمها الوقت ولازمها طول البال. فوالا هذه هي. دونك نشد لابول ديالي، من الاحسن نخدم هكا بين دو ساشي اليمونتير هكا ولا فيلم اليمونتير. نحل لابول ديالي بين هذوك لي ساشي بالحلال، نرققها قد ما نقدر كيما راهي تبان في لا فوتو في لا فيديو، ونسقم هكا الحواف ديالها بيان باش نشكل مستطيل. هاد المستطيل كيكونوا الحواف ديالو مسقمين اللي راح تعطينا حبه متحوفه ومسقمه. دونك هنا الحافه ديالو اللي حنغلق عليها نزيد نبلاطيها بيدي باش تجيني الغلقه مليحه وما تبانش. نشد الغرس ديالي. انايا تحبوا توجدوا من قبل لي بودان ديالكم، انا نخدم سيغ بلاص هكا. نحل الحربوش تاع الغرس بيدي تمتم ونحطو فوق الحبه. هنايا الطول تاع الحربوش تاع الغرس راني دايرته 14 سنتيمتر هكذا باش تجيكم الحبات كاع سوا يعني تبعوني في القيس راح نمديه لكم. دونك هذاك الغرس طول هكا كيما حطيته كان 14 سنتيمتر. من بعد كي نغلق عليه نبدا ندير في هذه الحركه شغل نزيد نحربش الحبه ديالي مع الغرس باش نسقمها، وراني نطول فيها اون ميم طون. تقريبا تزيد بهكذاك سنتيمتر ونص حتى ل 2 سنتيمتر، يعني الحبه يولي الطول تاعها تقريبا 16 سنتيمتر. هنايا راني نوري لكم كي قعدت نحربش فيه كيفاش هذيك الغلقه اختفت تماما. فوالا وتولي ما تبانش، يعني من بعد ما تقلقكمش. دوكا باش نغلق لو براسلي تاعي باش نديرو كاك، نشد هاد الغلقه يعني تقريبا على بالي كامل تعرفوا هاد لاستوس. من جهه ندير هذاك الثقب نكبرو، والجهه الاخرى نسيي نغلقها شويه هكذا، نغلق على العجين مع الغرس وندخلها في هذيك الفتحه اللي درناها. هذه هي. ونسيي نغلق هذيك الفتحه مليح شغل هكذا نسوديها باش مع الاخر الشكل يجي شباب. على كل حال حنا هذه كي نزيدو ننقشوا رانا رايحين ننقشوا عليها ديريكتومون، دونك رايحه تتسقم اوتوماتيكمون، مي لازم تمدوا له وقتكم باش تسقموه. دونك هذا هو لو شارم تاع كاك النقاش، سي بيان الشكل ديالو قبل ما ندوقوه. يعني الحاجه اللي تعطي رينا فيه كي تكون الحبه هكذاك شابه ومدوره بيان. نشكل كامل الحبات ديالي ونحطهم في ان بلاطو اللي يكون فيه بابي كويسون باش نبدا ننقش. انا يعني في الحقيقه مر ما نكمل نشكل كامل الحبات نبدا ننقش، ما نزيدش نخليه يرتاح اكثر من هكذا باش ديجا العجينه ما تنشفش وكي ننقشوها تمدلنا نقش مسقم. الا كنتو تخدموا في كميات كبيره كي كل ما تفورميو هكا زعما بلاطو غطوه بان ساشي باش هكذا ما تنشف لكمش العجينه. يعني هذه ملاحظه مهمه. هنايا نرفد كل حبه ننقشها يعني ابار بيان سور. دونك انايا هنايا رفدوا الحبه حطوها من الاحسن فوق طبسي ولا كوبات كيما هذه، ماشي فوق اليد تجيكم صعيبه شويه. هنايا كاينه لاستوس هذه تاع البوشون تاع القرعه، تحطوا بوشون تاع القرعه وسط هذاك الثقب باش هكذا كي تكونوا تنقشوا ما تتعوج لكمش الحبه. هنايا هاد البوشون تاع القرعه بوكو بلوس باش يشد لنا لا فورم تاع هذيك الدويره اللي لداخل، ومام كيما قلت لكم الحبه ما تبداش تتعوج وتقلقكم كي تكونوا تنقشوا فيها وتديفورما او ميم طون. دونك هاد البوشون يساعد بزاف سورتو المبتدئات. دونك هذه هي النقش، كل واحد ينقش بالطريقه ديالو. يعني هذه هي اسهل طريقه. خليت لكم لا فيديو تمشي، ما حبيتش نزربها وما حبيتش نقطع باش هكذا اللي ما يعرفوش للنقش يعني هذه هي اسهل طريقه. فوالا دونك فوالا ننقشوا الحبات ديالنا كامل. مر ما نكملوا كامل الكميه نقدروا نزيدوا نخلوه يرتاح شويه هكذا كاش نص ساعه باش نحطوه يطيب في فوغ نكونوا سخناه من قبل. نحطوه يطيب على 180 درجه في الفوغ العادي. طلعوا له هذاك الرف تاع الفوغ للفوقه، خلوه يطيب على غردو، وكي تفوت 20 دقيقه هكذاك ماكسيموم حبطوه وعاودوا شعلوا له من الفوقه باش يتحمر، باش يمد هذيك التحميره الشابه تاع كعك النقاش. سينو اللي عندها فوغ فونتيلي تحط هذاك الرف ديالو تحطوه في وسط الفوغ وتشعل الفونتيلاتور، راح يحمر لها اوتوماتيكمون ويمد لها هاد
الشكل شباب كيما انا هنايا طيبته في فور فونتيلي. هذه هي دونك هكذا يكون كعك النقاش واجد. وصفه ننصحكم تجربوها للمبتدئات ولا مام اللي عندها وصفه من قبل وحبت تبدل هذه الوصفة، يعني هائلة. اعتمدوها في كامل الوصفات اللي ديروهم للنقاش، خاصة اللي يخدموا لي كوموند. هذه الوصفة بزاف هائلة وعطيتها لكم بمقادير مضبوطة. دونك ان شاء الله تجربوها وتوروا لي تطبيقاتكم، ونتلاقاو في لاغوسات الجاية ان شاء الله.